هل تعلم أن هنالك نبي ضرب ملاك الموت وفقع له عينه؟ في يوم من الأيام أرسل الله تعالى ملاك الموت ليقبض روح نبي الله موسى عليه السلام، فتجسد ملاك الموت على شكل رجل وذهب إلى سيدنا موسى وقال له: أنا ملاك الموت، والله تعالى أمرني بقبض روحك. وهنا موسى عليه السلام لم يصدق هذا الكلام، فظن أنه مجرد ساحر يريد قتله. وكان موسى شديد البنية وقويا، وبسرعة حمل حجرا من الأرض وضرب ملاك الموت في عينه وفقعها. ورجع ملاك الموت إلى الله عز وجل فقص له ما جرى، فقال ملاك الموت لله: أرسلتني إلى عبدك لا يريد الموت. فأعاد الله لملاك الموت عينه وارسله إلى موسى مرة ثانية، فقال له ملاك الموت: حط يدك على شعر ثور، وكل شعرة تلمسها بمثابة سنة لك. وقال موسى: ثم ماذا؟ فقال